السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في فيديو جديد، وفيديو النهاردة مكمل للفيديو اللي فات. وهو فيديو مش عارف يا جدعان، في دوشة في دوشة. يعني أنا قاعد في البلكونة بس ماشي. يعني الساعة يعني الساعة دلوقتي اتنين بالليل. ليه في دوشة؟ ليه في ناس في الشارع دلوقتي؟ الكلاب. وأظن واضح على وشي إن أنا بسيح. أنا بسيح يا جدعان، بسيح. بس يعني كله للمتابعين. اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان بسم الله. نرجع لموضوعنا المرة ال 300. هل أنا محتاج يكون عندي معرفة سابقة بالكلية قبل ما أخش الكلية؟ محتاج يكون يعني عندي كورسات معينة أنا واخدها؟ محتاج أكون عارف حاجات معينة؟ يعني هتطرق لكل الكلام ده. وخلونا نبدأ بأول حاجة، هي اللغة الإنجليزي، الإنجليش. يا بريش أكسنت. لا لا، يعني هي إنجليزي. محتاجين بس يكون عندنا شوية إنجليزي. حتى المبادئ بتاعة الإنجليزي، يعني بتفهم إنجليزي من الآخر. ليه؟ لأن البرمجة إنجليزي. اللي اخترعوا البرمجة مش عرب، دول كلهم ناس فاهم أنت كده، هون من الهون والمرج وكده. فما ينفعش تكون داخل بصفر معلومات إنجليزي. أنت كل دراستك البرمجية كلها إنجليزي، 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 إنجليزي. فبالتالي لازم يكون عندك شوية معلومات إنجليزية. مش بقى دارس grammar فتاك، ولا الaccent بتاعتك British accent like فاهم أنت، ولا fucking American accent like فاهم أنت، ولا كل الكلام ده لأ. يعني لأ، إحنا عايزين بس إيه، شوية إنجليزي بسيط يمشّي الدنيا يعني. كده مع الوقت أنت لازم تطوّر الإنجليزي بتاعك، لإن في الشغل الإنجليزي مهم جدًا. بس مش قصتنا الشغل دلوقتي. طيب ده بخصوص الإنجليزي. لو إحنا بقى هنتكلم عن الكورسات والبرمجة بشكل عام، هل أنا لازم يكون عندي معرفة برمجية قبل ما أخش كلية تعليمي البرمجة؟ لأ، 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 لأ خالص، خالص. يعني بجد نهائيًا أنت داخل تتعلم برمجة، فأنت داخل ليس تستفتح عيناك. فأنت مش مطالب يكون عندك إيه، مبادئ برمجية قبل أمّا تخش الكلية. في واحد هتلاقيه بيجتهد طول الفترة اللي هي ما بين الأجازة بتاعة ثانوي والجامعة، بإن هو بيحاول بقى إن هو إيه، ياخد كورس مبادئ بايثون. هتلاقيه دايمًا بياخد مبادئ بايثون. في واحد هتلاقيه دخل في الويب، يعني فاهم أنت؟ ده في حاجات قبل ده محتاج تكون فاهمها. حاجات كده إيه، يعني أنت تحس إن هي ما لهاش لازمة إنك تفهمها. اللي هو طب ليه ما أخشش على البايثون على طول مثلًا، والّا ليه ما أخش على مش عارف إيه على طول. بس لأ، في حاجات أنت هي basics كده لازم تبقى عندك. هي لازم. ما تسألنيش ليه برضه عشان مش عارف، بس بجد هي لازم تبقى عندك، ودي هتاخدها في الكلية. ف عشان يبقى عندك تصوُّر عن إيه اللي أنت بتعمله ده أصلًا. يعني تمام، برمجت واشتغل وبتاع، ليه اشتغل واشتغل إزاي، هتفهمه في الكلية. وصدّقني هيفرق معاك ك mentality، يعني كmentality. على أرض الواقع مش هيفرق معاك خالص وما لوش أي لازمة. فأنت تمام. حاجة لطيفة جدًا لو أنت يعني لو أنت قررت إن أنت تبدأ في أي حاجة لوحدك. وتحديدًا هتبقى ألطف لو أنت عارف منهج الكلية، عارف مثلًا هتاخد إيه في ترم أول، أو إيه المواد البرمجية اللي هتاخدها في ترم أول أو. وقررت إن أنت تدّي نفسك زقة من دلوقتي، علشان فاهم تبقى داخل سابق العيال، وفاهم أنت ومقطّع السمكة وديلها، وتخش تجيب لك التقدير العالي على طول كده ومن أول مرّة وشكرًا يعني. لكن معرفة عامة أو حاجة specific خاصة أنت محتاج تكون عارفها وفاهمها قبل أمّا تخش وكل الكلام ده، لأ خالص. طبيعي جدًا تخش تلاقي واحد يعني إيه، مخلّص لغات البرمجة كلّها وCEO في مايكروسوفت وعادي. يعني ما تتخضّش منّه. وهو مش سابقك، هو سابقك بس يعني أنت مش متأخّر. هو اللي طفرة، يعني هو ما شاء الله عليه شطح. أمّا أنت لسه عادي في مكانك وطبيعي جدًا. بس ما تفضلش في مكانك كتير، يعني يبقى نُط كده، حاول تنُط من فترة لأخرى. بس أنت يعني ما تتخضّش إنّك هتلاقي واحد فَذ. وطبيعي جدًا الواد ده بيكون بيفهم أكتر من كل الدكاترة اللي في الجامعة، عادي. بس يعني إيه، ما تتخضّش منّه، عادي. ما تتعاملش معاه. وطبعًا يعني طبعًا يعني طبعًا، طبعًا بما إن أنت داخل حاسبات ومعلومات، فأنت هتتعامل مع الكمبيوتر. فأنت يُفضّل أو مش يُفضّل، لأ هو لازم يكون عندك معرفة بالكمبيوتر. إزاي بتتعامل مع الكمبيوتر، سواء أنت Mac أو Windows أو. لازم تبقى فاهم إزاي الكمبيوتر بيشتغل. مش بيشتغل hardware وmemory لأ، تعرف تشتغل عليه. يعني تفتح link،
تخش على البراوزر تكتب حاجة على وورد، الحاجات الbasic دي، ولو مش عارفها فده الكورس الوحيد اللي أنت هتحتاج تاخده، كورس ويندوز، ودي موجودة على يوتيوب بالهبل. كورس ويندوز بس، خش شوف كورس ويندوز، حرفيًا اكتب كده كورس ويندوز للمبتدئين، هتلاقي واحد داخل بيعرّفك الويندوز كله شغال إزاي من أوله لآخره، وهيعرّفك حاجات أكتر من اتعلم بالفطرة عرفها أصلًا. فده مهم جدًا إن أنت هتحتاجه سواء في البرمجة أو برّه البرمجة، طول ما أنت جوّه الجامعة أنت هتحتك بالكمبيوتر بشكل شبه يومي، يعني أنا باصحى من النوم بافتح الكمبيوتر وأمشي، بس باسيبه مفتوح، هو حاجة نفسية كده خلاص بقيت مريض، فبس كده. ده كان كل اللي عندي، في فيديو إن شاء الله هينزل عن إزاي تضبّط LinkedIn. إحنا اتكلّمنا عن LinkedIn في الوظايف، إزاي تجيب المكان اللي بتشوفنا عليه الوظايف ومش عارف إيه وتشوف الrequirements وكل الكلام الحلو ده، بس في فيديو هينزل بقى عن إزاي تضبّط الprofile بتاعك على LinkedIn. لإن أنا أعتبر نفسي يعني شِبه ضبّطت الprofile، هاقول لك تضبّطه إزاي لو أنت عايز إيه بالضبط، يعني هادّيك بُص هاكلّمك وقتها، يعني هابقى أكلّمك وقتها. وخصوص فيديو الCV لإن هو نزل أول فيديو بعد العودة تقريبًا، بعد غياب امتحانات الfinals، فالفيديو اتمسح بيه الأرض بقى ب200 200 وشوية views. الرجالة دي على عيني وعلى راسي، بس أنا محتاج الفيديو يوصل لناس أكتر علشان الناس كانت عايزاه، يعني فاهم، هو فيديو مهم. فبافكّر أمسحه وأعمل له reupload، فهل دي فكرة كويسة والّا لأ؟ أنا مش عارف. و الthumbnail كانت وحشة الصراحة، إن أنا كنت فاقد لسه الحِس الإبداعي، ما رجعليش، فشايف إن الthumbnail يعني كانت وحشة، فممكن أعمل له reupload بعد فيديو LinkedIn، فقولوا لي رأيكم. وبس كده، شكرًا إنكم شُفتوا الفيديو، و وبس يعني إن شاء الله أشوفكم الفيديو الجاي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.